السلام عليكم، انا محمود باشا وهنا داتا ساينس بالمصري. السكشن بتاعنا بتاع النهارده اسمه سيلكت ا موديل اند ترين ات. بعد المشوار الطويل اللي احنا عملناه، بعد لما عملنا ديفينيشن للبروبلم، بعد لما جبنا الداتا، بعد لما عملنا اكسبلوريشن وفيجواليزيشن، بعد لما عملنا ترانسفورميشن، بعد الجيرني دي كلها اخيرا وصلنا لحته الماشين ليرنينج موديل. عشان خاطر كل الحزق اللي احنا عملناه ده، الحته دي ستريت فورورد جدا. دايما الناس بتكون فاكره اللي هو المغزى، او الناس بتكون متحمسه عامه لحته الماشين ليرنينج موديل. امتى هترين الماشين ليرنينج موديل؟ امتى هشوف الماشين ليرنينج موديل؟ مع ان زي ما احنا شايفين دلوقتي في البلاي ليست وفي البروجكت، حته تريننج ماشين ليرنينج موديل، وزي ما نشوف الفيديو النهارده، هي مش اكبر حته خالص. هي حته لازم الواحد بس يكون فاهم هي ماشيه ازاي، الديتيلز بتاعتها عامله ازاي. حته بسيطه قوي في الامبلمنتيشن وفي الشغل، بس في التفكير وفي الاستراتيجي طبعا فيها تفكير كتير جدا. فاحنا النهارده نشتغل على الموديل ان شاء الله، جاهزين بالداتا سيت بتاعتنا. يلا نروح على جوجل كولاب. اول موديل هنجربه، اول ماشين ليرنينج موديل هنجربه هو اللينير ريجريشن. اللينير ريجريشن موديل بسيط، نبتدي ببساطه كده يعني ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. وهو الموضوع كله زي ما اتفقنا قبل كده هو ايتريتيف، فاحنا نجرب بالبسيط الاول ونشوف هيبرفورم ازاي، بعد كده نشوف البرفورمانس ده هنعمل بيه ايه. فاحنا بنعمل امبورت لللينير ريجريشن موديل اسكيلرن. ميك بايبلاين، ان احنا بنعمل بايبلاين البري بروسيسنج ده، اللي هي اللي فوق هنا، اللي هي الكولوم ترانسفورمر اللي كان فيها كل البري بروسيسنج ستيبس بتاعت الداتا كلها اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فاتت. فعشان احنا نقدر كده لما عملنا ديفينيشن لل البايب لاين بتاع اللينير ريجريشن موديل بالطريقه دي، احنا دلوقتي نقدر نديله هاوسنج داتا سيت على طول تبقى جاهزه. فاللي هو زي ما احنا بنعمل كل حاجه موديولر كده، هي الفكره كلها في ان احنا بنعمل كل حاجه موديولر. عشان كده احنا عملنا الميك بايب لاين وحطينا البري بروسيسنج بايب لاين في البايب لاين بتاعنا. احنا كان ممكن نقدر ان احنا فوق اصلا هنا كنا عملنا، كان عندنا الهاوسنج بريبيرد دي، ده فاريبل في الداتا سيت كلها بريبيرد وجاهزه يعني، وكان ممكن نستخدمها على طول. بس احنا عشان الدنيا تبقى موديلر، ولما ندخل في برودكشن انفايرمنت، ولما نشتغل مع تيمز تانية وكوليجز وممبرز تانيين في التيم، الموديلر والسوفت وير انجينيرنج برنسبلز وكل الحاجات دي بتسهل في شغل مع التيمات. عشان كده احنا عملنا الفاريبل اسمه لينير ريجريشن، عملنا بايب لاين، اول ستيب في البايب لاين اللي هي البري بروسيسنج ستيبس اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. بعد كده نروح جايين مدخلين الداتا سيت على اللينير ريجريشن. بعد كده هنروح جايين عاملين فيت. لما بنيجي نعمل فيت بنديه للفيت ميثود التريننج داتا سيت اللي هي الهاوسنج والليبلز، الليبلز بتاعت التريننج داتا سيت برضو، لان احنا كده كده شغالين بالتريننج داتا. هو هنا في حاجه لذيذه قوي موجوده في جوجل كولاب، بيعمل لنا فيجواليزيشن البايب لاين عامل ازاي. فاحنا نشوف اللي بيقول لك البيدرومز اتريبيوت حصل فيه ايه، وبيقول لك الرومز بير هاوس اتريبيوت حصل فيه ايه، وبيقول لك بعد ده كله بتروح جاي انت مدخله اللينير ريجريشن. فدي حته زياده، حته لذيذه يعني فيجواليزيشن، عشان الواحد يكون متخيل يشوف احسن ازاي البايب لاين بيبقى عامل يعني تصور كده. فاحنا عايزين، احنا عملنا خلاص تريننج للماشين ليرنينج موديل، عملنا تريننج لللينير ريجريشن. عايزين بقى نشوف الموديل بتاعنا عامل ازاي، نشوف البرفورمانس بتاعه عامل ازاي. فاحنا هنا خدنا اول خمسه داتا فاليوز. اول خمسه داتا فاليوز خلينا في التريننج داتا، خلينا الماشين ليرنينج موديل يعمل لهم بريدكشن، اللي هو احنا عملنا دلوقتي اللينير ريجريشن ده، اللي هو البايب لاين اللي احنا اتكلمنا عليه فوق. بريدكت، فهو البايب لاين هيروح جاي عامل بريدكشن للهاوسنج للتريننج داتا سيت كلها، يعمل بريدكشن الليبلز كلها. واحنا اوريدي معانا الليبلز جاهزه، فاحنا هنقارن الحاجات البريدكتد ليبلز بالاكشوال ليبلز. فده اللي احنا عملناه هنا. اول خمسه فاليوز في البريدكتد ليبلز الارقام بتاعتهم عامله كده، بيقول لك اول بيت سعره، البريدكشن بتاع سعره هو 246,000، تاني بيت البريدكشن بتاع سعره 372,000 وكده يعني. الفاليوز بقى، الاكشوال فاليوز الحقيقيه، لما نيجي نبص عليها هنلاقي ان سعر اول بيت
يعني مش 246,000 خالص الحقيقه، هو 458,000. يعني احنا البريدكشن بتاعنا ضارب 200,000 دولار. 200,000 دولار، واحنا اصلا عندنا الهاوسز فاليوز الرينج بتاعها اصغر بكتير قوي. يعني احنا لو طلعنا على فوق تاني، نروح على الديسكرايب. الهاوس فاليو، لو بصينا هنا على الهاوس فاليو، هو المين بتاعه اصلا 206,000. يعني هو الافريج بتاعه 206,000، واحنا البريدكشن بتاعنا اوف باي 200,000. فدي يعني حاجه برضو مش يعني مش نافعه خالص. احنا كده الموديل بتاعنا ده ضارب، مش شغال خالص على التريننج داتا سيت. احنا لسه في خطوات تانية، هنعمل فاليديشن طبعا وهنعمل تيستنج الموديل، بس دي خلينا نتكلم عليها بعدين. احنا دلوقتي محتاجين نفهم الحتة دي، ان احنا ال predicted values ضربة خالص بعيد عن الاكشوال ليبلز. احنا لما قارناهم اهو واحدة بواحدة، احنا برضو نفتكر ان احنا كنا قلنا كده كده الماشين ليرنينج موديل لازم بقى ليه بيرفورمانس ميجر. فاحنا كنا اتكلمنا في اول البلاي ليست خالص ان احنا البيرفورمانس ميجر اللي هنشتغل عليه واللي بيستخدم غالبا مع اللينير ريجريشن هو الروت مين سكويرد ايرور. الروت مين سكويرد ايرور بيطلع لنا البرفورمانس ميجر. فكرته ان هو باسمه يعني بيرفورمانس ميجر، بيميجر البرفورمانس بتاع الموديل بتاعنا قد ايه. فاللي هنستخدمه الروت مين سكويرد ايرور كنا اتكلمنا عليها قبل كده وشرحناها قبل كده. فنيجي هنا على الكود، هي حته التراي والكاتش دي بس عشان خاطر في اللايبراري اللي هي اسمها روت مين سكويرد ايرور دي ديبريكيتد من اسكيلرن. فاحنا لما بنيجي نعمل لها امبورت ساعات بتطلع ايرورز. فاحنا هنعمل ترايل ان احنا نعمل لها امبورت. لو الامبورت ما نفعش طلع لنا امبورت ايرور، هنعمل امبورت للمين سكويرد ايرور وهنعمل ديفينيشن للروت مين سكويرد ايرور. ان احنا بس زي ما احنا شايفين في اللاين اللي تحت كده بنعمل ريتيرن للمين سكويرد ايرور اللي احنا اللي موجود في اس ليرن اوريدي. بنديله الليبلز دي للبريدكشنز، والفرق بس ان احنا السكويرد بنخليها فولس. فكده بدل ما هو مين سكويرد ايرور بقى روت مين سكويرد ايرور. بس كده، دي حته يعني لوجيستكس كده. فاحنا جينا تحت، ورحنا جايين مدين الليبلز اللي هي الاكشوال تارجت فاليو، الاكشوال فاليو، وادينا الروت مين سكوير ايرور برضو البريدكتد فاليوز عشان هو يطلع لنا الايرور. فهو طلع لنا الايرور 68972، اللي هو الايرور بتاعنا دخل في 68000 دولار. فدي برضو يعني هي مش حاجه نيجليجيبل خالص يعني. لان احنا الفاليوز بتاعت البيوت بتاعتنا اصلا من 120,000 لمثلا ل 200,000 او حاجه زي كده. ده الافريج، واغلب الداتا فاليوز الحته دي. فلما احنا البريدكشن بتاعنا يكون ضارب ب 70,000 دولار، فهو البريدكشن ده هيجي في الحاله الحقيقيه ومش هيبرفورم كويس خالص. فاحنا قدامنا دلوقتي صوره واضحه جدا للاندر فيتنج. الاندر فيتنج ان الموديل مش قادر على الداتا كومبلكس قوي على الموديل. فاحنا ازاي نحل حته الاندر فيتنج؟ اسهل حل واكتر حل انتوتيف لحته الاندر فيتنج ان احنا نستخدم ماشين ليرنينج موديل تاني ادفانسد اكتر وكومبليكيتد اكتر من اللي احنا مستخدمينه عشان يقدر يهندل الكومبلكسيتي بتاعت الداتا. فالماشين ليرنينج موديل اللي احنا هنستخدمه هو الديسيجن تري. ايه بقى هي الديسيجن تري؟ احنا عندنا هنا فيجواليزيشن للديسيجن تري. عندنا الفيجواليزيشن دي هي الديسيجن تري لما بيكون شكلها كده. الديسيجن تري بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن ان انت كل اتريبيوت بيكون ليه زي كده، بيكون ليه نود. واحنا في الداتا سيت اللي معمول لها فيجواليزيشن دي التمبريتشر بيكون ليه مثلا فاليوز، بيكون ليه فاليوز مختلفه. فانت هنا عملت الديفيجن على حسب ال 15 درجه. لو التمبريتشر اكبر من 15 درجه بتروح على البرانش اللي في اليمين، لو اقل من 15 درجه بتروح على البرانش اللي في الشمال. وبعد كده انت هدفك في الاخر عايز تعرف ايه؟ عايز تعرف تاخد معاك ايه؟ يعني عايز تعرف تاخد معاك ايه؟ عايز تعرف الدنيا يعني ايه اللبس مناسب للجو. فده ماشين ليرنينج موديل بيعمل بريدكشن او بيديك سجستشن لللبس اللي انت المفروض تلبسه على حسب الجو. فلو التمبريتشر
اكتر من 15 درجه يعني كده الدنيا حر، هتروح على ترو، تروح على البرانش اللي في اليمين. بعد كده في اتريبيوت تاني بيقول هل الدنيا صني ولا لا. فالاتريبيوت ده بيكون جواه فاليوز، مش جواه ارقام بقى، بيكون جواه ترو فولس. فلو الدنيا صني ترو تروح جاي رايح على البرانش على اليمين، لو الدنيا مش صني فولس تروح جاي رايح على البرانش على الشمال. واللي في الاخر ده خالص دي البريدكتد فاليو، ده التارجت اللي هو انت هتلبس ايه. لو رحت على اليمين هتلبس تي شيرت، لو رحت على الشمال هتلبس سويتر. في العكس بقى في البرانش التاني خالص اللي هو بتاع ريني ممكن تاخد معاك الامبريلا. احنا هنتكلم عن ديسيجن تري كماشين ليرنينج موديل باستفاضه باستفاضه. بس احنا دلوقتي خدنا فكره كده بس عنه الاول هو بيشتغل ازاي. فهو عشان خاطر الديسيجن تري هو ماشين ليرنينج موديل ادفانسد اكتر ويستحمل كومبلكسيتي اكتر من اللينير ريجريشن، فاحنا عشان كده هنستخدمه. فاحنا جينا هنا عملنا امبورت للديسيجن تري ريجريسور. اللي انا كنت بتكلم عليها دي كلاسيفيكيشن، دي كلاسيفيكيشن بروبلم. ان انت بنختار التارجت ليبل بتاعتنا هي كاتيجوريز، فانت بتكلاسيفاي. لكن احنا عندنا هنا التارجت ليبل بتاعنا ايه؟ فاليو، هاوس فاليو، هو رقم كونتينوس رقم. فهي ريجريشن بروبلم، عشان كده هنستخدم ديسيجن تري ريجريسور مش هنستخدم الكلاسيفاير. فهنعمل امبورت للديسيجن تري ريجريسور. هنعمل بايب لاين زي ما عملنا بايب لاين في اللينير ريجريشن فوق. اول ستيب فيها البري بروسيسنج ستيبس للديتا عشان تجهز الماشين ليرنينج موديل. تاني ستيب في البايب لاين ان انت هتعمل ماشين ليرنينج موديل اللي اسمه ديسيجن تري، وتحت هنعمل فيت للديتا. الداتا اللي هي ده الهاوسنج زي ما قلنا، دي التريننج داتا ودي الليبلز بتاعت التريننج داتا. عملنا فيت، وهو هنا برضو نفس الفكره فوق زي فوق كده بيوريك الستبس بتاعت البري بروسيسنج تبقى عامله ازاي. ننزل بقى على تحت عشان نشوف الروت مين سكويرد ايرور مطلع لنا ايه، البرفورمانس بتاع الديسيجن تري عامل ازاي. اول لاين بنروح جايين عاملين بريدكت، بنعمل بريدكت للتريننج داتا. بعد كده بنحسب بقى الروت مين سكوير ايرور. لما حسبنا الروت مين سكوير ايرور بندي للميثود البريدكتد ليبلز والاكشوال ليبلز. واحنا البريدكتد ليبلز دي اللي هي البريدكتد من التريننج داتا. احنا بنعمل، هو في العادي ما بيتعملش كده، بس احنا بنقيس دلوقتي اوفر فيتنج، بنشوف احنا قد ايه نقدر نعمل بريدكشن للتريننج داتا كويس. عشان نشوف عشان نشوف البرفورمانس بتاع الموديل. انت تشوف، ممكن تشوف البرفورمانس بتاعه بتاع الموديل على التريننج داتا، بتشوف البرفورمانس على الفاليديشن داتا، بتشوف البرفورمانس على التيست داتا. وكل حاجه فيهم ليها سببها، ليه بتعمل دي وليه بتعمل دي وليه بتعمل دي. فاحنا لما نشوف هنا الروت مين سكويرد ايرور هنلاقي ان هو زيرو، ان الموديل بتاعنا ما شاء الله الله اكبر عليه ما فيش ايرور، ما فيش ايرور. هو بص، هو عمل، هو في الحقيقه هو اوفر فيتد جدا يعني. هو كانه عمل داتابيز للديتا، اللي هو لما الفاليوز تكون كده التارجت بتاعها بيكون كده. ف دي اوفر فيتنج قوي، اوفر فيتنج قوي، لان هي صعبه قوي ان انت الايرور يكون زيرو. فدي على طول بتراجع عارف ان هي اوفر فيتنج. طب احنا دلوقتي عايزين، عرفنا ان احنا الفاليو دي اوبتيمستيك قوي، الفاليو اللي هي الايرور الزيرو ده اوبتيمستيك قوي. فاحنا عايزين نتست الموديل على داتا هو ما شافهاش في التريننج. فاحنا خلينا نروح هنا كده. احنا عندنا التيست داتا، كنا اتكلمنا عن التيست داتا وان احنا قسمنا الداتا في الاول لتريننج وتيست. احنا قلنا ان احنا التيست داتا دي مش هنقرب ناحيتها، مش هنقرب ناحيتها خالص، هنسيبها الفاينل موديل ايفالويشن. لان احنا لو استخدمنا التيست داتا دلوقتي فاحنا بنعمل حاجه اسمها داتا ليك، بنعمل حاجه اسمها داتا ليك. ان احنا بناخد معلومات من التيست سيت، والتيست سيت كده دي البرفورمانس بتاعها مش هيقدر يعبر عن البرفورمانس بتاع الموديل في البرودكشن في الحياه الحقيقيه كويس خالص يعني. فعشان كده احنا مش هنقرب ناحيه التست خالص. احنا هنقسم تقسيمه جديده التريننج داتا، هنشيل منهم شويه ونعمل شويه دول فاليديشن داتا. حلو، حلو. في حاجه تانية بقى، بدل ما احنا عملنا هنا التريننج داتا وعملنا فاليديشن ست واحده،
في حاجه تانية اسمها كروس فاليديشن. كروس فاليديشن ده في ان انت بتجيب التريننج داتا كلها بتقسمهم لخمس حتت. اول ايتريشن للتريننج بتاع الموديل، الحته الاورنج دي هتبقى الفاليديشن سيت بتاعتنا، دي اللي احنا هنشيلها على بره. والاربعه فولز رقم 2 3 4 5 دول اللي احنا هنستخدمهم في تريننج موديل. الايتريشن اللي بعدها هنستخدم الحاجات الزرقاء، برضه هنستخدم الحاجات الزرقاء في ان احنا كده في الاخر هيكون عندنا خمسه موديلز. احنا لما نستخدم الكروس فاليديشن البرفورمانس بتاعنا بنكون نقدر نثق فيه اكتر، لان احنا لما عملنا هنا السبليت فوق دي ممكن احنا بنعمل سبليت راندوملي، فممكن احنا السبليت دي تكون لاكي، يعني ان احنا بالحظ كده البرفورمانس بتاعنا طلع على الفاليديشن داتا عالي. لكن لما احنا نعمل كذا ايتريشن وكذا فاليديشن سيت مختلفين، احنا هنكون نقدر نثق في البرفورمانس ميجر اكتر، لان احنا عندنا ايتريشنز اكتر وعندنا موديلز اكتر. فاحنا لما نعمل زي بقى حته كروس فاليديشن دي في اس كيو ليرن، هي موجوده برده جاهزه، بتروح عامل امبورت لكروس فاليديشن سكور، وبتروح جاي الحته النيجاتيف دي بقى ايه. ليه حته النيجاتيف دي هنا؟ عشان خاطر الروت مين سكويرد ايرور هو ايرور، فكل ما بيقل كل ما بيبقى احسن. الكروس فاليديشن الامبلمنتيشن بتاعها بتحاول او بتكون عايزه تماكسمايز السكورنج ده، هي ماكسمايزيشن مش مينيمايزيشن. عشان كده احنا بنروح مدين لها نيجاتيف روت مين سكويرد ايرور، عشان هي هتماكسمايز الفاليو دي. انت لما تيجي يعني انت ال 3 دوت ار ام اس اي اس دي لما تيجي تستخدمها بعدين ممكن تطلع منها اتريبيوت، او ممكن بيكون في ميثود تقول لك انهي بيست موديل مثلا، فهي هتطلع لك البيست موديل اللي السكورنج بتاعه اعلى حاجه. عشان واحنا الروت مين سكويرد ايرور هو الاحسن الاقل مش الاعلى، عشان كده عملنا له النيجاتيف، وعشان كده زودنا النيجاتيف اللي بره دي عشان الريزلتس تطلع كونسيستنت مع الروت مين سكويرد ايرور ومع الطريقه اللي احنا شغالين بيها. فاحنا عملنا هنا كام كام كروس فاليديشن، عملنا كام فاليديشن سيت، عملنا كام ايتريشن. احنا هنا في البرزنتيشن كنا عاملين 5 ايتريشن، هنا احنا هنعمل 10. هنعمل 10 ايتريشنز، وكل ايتريشن فيهم فاليديشن سيت مختلفه عن الفاليديشن سيت اللي في الايتريشنز التانيه. وبيطلع لنا طبعا ما بيطلعش روت مين سكوير ايرور واحد، عشان هم 10 ايتريشنز هيطلع لنا 10 روت مين سكوير ايرور. فلما نيجي نعمل ديسكرايب للعشرة دول هنلاقي ان المين بتاع الافريج روت مين سكوير ايرور بتاع العشرة هو 66,000. 66,000 لو طلعنا فوق هو كان الروت مين سكوير ايرور بتاع اللينير ريجريشن كان برضو حاجة 68,000، يعني ما فرقتش كتير، ما فرقتش كتير قوي يعني. بس هو في تحسن كده كده، بس احنا برضو لسه اندر فيتنج للديتا. ليه اندر فيتنج للديتا؟ عشان ال accuracy او البرفورمانس بتاعنا على التريننج داتا اضعف بكتير جدا من البرفورمانس بتاعنا على الفاليديشن داتا. فده انديكيتور اللي احنا اندر فيتنج. احنا لسه عايزين برضو نجيب موديل يقدر يكابتشر الكومبلكسيتي بتاعت الداتا والكومبلكسيتي بتاعت المشكله بطريقه اكتر. في حته برضو هنا كده عايز ازودها، احنا كنا اتكلمنا عن الكونفيدنس. الكونفيدنس تعرف تاخد عنه فكره بالستاندرد ديفيشن، عشان احنا عندنا 10 10 متريكس، 10 عملنا 10 ايتريشنز 10 موديلز ب 10 روت مين سكوير ايرور. فاحنا نقدر نحسب الستاندرد ديفيشن. فانت الستاندرد ديفيشن بيقول لك انت تقدر تبقى قد ايه كونفيدنت في الايرور اللي طالع لك ده. تمام؟ يعني انت لما تطلع الموديل في البرودكشن انت بتكون كونفيدنت في نسبه قد ايه ان الايرور بتاعك اللي انت اشتغلت عليه في البروجكت وانت شغال عليه قبل ما يبقى ان برودكشن، قد ايه تتوقع ان الايرور ده هيبقى قريب قوي من الايرور بتاع البرودكشن. لان احنا ممكن يعني هو ده بيحصل اصلا، يعني هو ده بيحصل فعلا إن تلاقي ناس، يعني لو بصيت على المشاريع التخرج مثلا بتاعت الجامعات او كده تلاقي الناس ما شاء الله كلهم بيطلعوا بيرفورمانس رهيب، الناس رهيبه. طب فين يا جدعان البرفورمانس ده في البرودكشن؟ ليه ما حصلتش طفرات؟ ليه ما حصلتش حاجات رهيبه؟ ما فيش. عشان خاطر انت تقدر قوي في الداتا بتاعتك توفر فيتد، يعني اسهل حاجه ان انت توفر فيتد. بس كده احنا قلنا ان احنا محتاجين نستخدم موديل كومبلكس اكتر. فايه بقى الموديل الكومبلكس اكتر اللي احنا نستخدمه؟
هنستخدم حاجه اسمها راندوم فورست. الراندوم فورست دي ديسيجن تريز كتير ملمومين مع بعض، هنتكلم عليها في بلاي ليست تانية. بس لما انت بتجمع موديلز كتير كده زي بعض، بيبقى كل الماشين ليرنينج موديل هو عباره عن كذا كذا موديل من الديسيجن تريز، فهو بيحسن البرفورمانس بتاعك وبيقدر يهندل كومبلكسيتي اكتر. فاحنا هنا هنعمل نفس الحاجه بالظبط. عملنا البايب لاين، ادينا له البري بروسيسنج بايب لاين. بعد كده الراندوم فورست ريجريسور، ده اللي هو الماشين ليرنينج موديل اللي احنا هنستخدمه، اسمه انسامبل موديل. اللي هي انسامبل موديل دي اللي هي ماشين ليرنينج موديلز، تجميعة الموديلز التانية. بعد كده هنحسب برضو الكروس فاليديشن، هنتست الموديل عن طريق الفاليديشن سيت. هنستخدم الكروس فاليديشن بتاعت اس كيو ليرن، وهنعمل 10 فولدز، 10 ايتريشنز للموديل. ننزل تحت، حلو جدا جدا جدا. المين ايرور بتاعنا قل بقى 47,000، بدل ما هو كان في اللينير ريجريشن 68,000، وبدل ما هو كان فوق 66,000. فده انجاز حلو قوي ان احنا نزلنا ب 20,000 دول. بس كده. احنا النهارده الفيديو بتاعنا كان قصير، والفيديو بتاعنا كان بسيط. والمعلومه اللي ناخدها من حته ان الفيديو ما كان من اسهل الفيديوز، ان حته الموديل تريننج نفسها دي مش هي اكبر حته خالص. حته الشغل على الداتا هو اكتر حاجه بياخد وقت في اي داتا ساينس بروجكت. احنا دلوقتي ممكن نستخدم موديلز تانية، ممكن نجرب زي ما احنا جربنا لينير ريجريشن، وجربنا راندوم فورست، وجربنا ديسيجن تري. ممكن نستخدم ماشين ليرنينج موديلز تانية، نشوف هي ازاي هتقدر تبرفورم في الموضوع بتاعنا، وتقدر تبرفورم على الداتا بتاعتنا. في حاجه اسمها الهايبر بارامترز، هنتكلم عليها بعدين برضو. الهايبر بارامترز دي بارامترز في الموديل نفسها، زي حاجه مثلا زي الكروس فاليديشن 10 فولدز، ده هايبر بارامتر. ممكن نقعد نلعب في الهايبر بارامترز بتاعه الموديلز، حاجه اسمها فاين تيوننج، هو ده اللي احنا هنعمله في الفيديو الجاي. عشان خاطر الموديل بتاعنا يقدر يعمل performance احسن، ويكابتشر الترندز والباترنز بطريقه احسن. انا محمود باشا، وانا ده الساينس المصري. شكرا.